90% من الناس اللي أعرفهم تقريبا ما تعرفش إن الشات جي بي تي بيعمل الحاجات الخطيرة دي. طب إيه هي الحاجات اللي بيعملها الشات جي بي تي وإحنا مش عارفينها؟ هقول لك دلوقتي، والأخيرة ستدهشك. أولا، الشات جي بي تي يقدر يقلد أي ستايل في الكتابة. إزاي يعني؟ أنت هتديله 3 عينات من أي حاجة أنت أو غيرك كاتبها، هيقدر يعيد كتابة أي شيء بعد كده بنفس النبرة ونفس العقلية وطريقة الكتابة. كمان الشات جي بي تي بيقدر يبني سيستم كامل، يعني لو حضرتك شغال في التسويق زي حالاتي مثلا، الشات جي بي تي يقدر يعمل لك حاجه اسمها الفانلز، يقدر يعمل لك السي ار ام ورك فلوز، يقدر يعمل لك الكاستمر جيرنيز لاي بزنس انت عايزه. كمان الشات جي بي تي بيقدر يديك اجابات اي حد خبير انت عايزه بشكل محترف جدا، يعني يقدر يجاوبك كطبيب، يقدر يجاوبك كمحقق، يقدر يجاوبك كمخرج، يقدر يجاوبك كمحامي او ميديا باير. كل اللي هتعمله في كلامك هتقول له بس انت عايز يديك الجواب باي شخصيه. كمان الشات جي بي تي يقدر يحلل صور وفيديوهات ويطلع الانسايتس من اي بيانات انت بتديها له، فهو مش بس بيشوف، ده بيقرا ويحلل ويفهم الرساله والهدف والزوايا التسويقيه لاي صوره او فيديو تقريبا. كمان الشات جي بي تي يقدر يصمم برومبتس احترافيه لكل ادوات الذكاء الاصطناعي التانيه بمنتهى السهوله. الحقيقه ان الشات جي بي تي اضافه كبيره لاي بني ادم، وسهل الدنيا على ناس كتير استخدمته صح وقدرت تعمل بيه حاجات جامده جدا، وانا رسالتي ان اساعدك في ده، وانت تستخدم باحتراف وسهوله اي اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي المعروفه او الغير معروفه. بس محتاج منك ايه؟ محتاج منك دعم بالفولو واللايك والشير على اي فيديو انا بعمله وبيفيدك فعلا. بس كده يا سيدي.